المطر والرصاص. لو كنت سحابا ذي مطر لنزلت قطرات قطرات في عالم يحكمه الظلم، لسقيت الأرض العطشان ورويت صحاري العالم ماء، لسقيت ظمأ العطشان من طفل أو جد أو أم، بسلام في عالم دامي مدفعه الإرهاب يحكم. لو كنت بحزني بارودا يتفجر من قلبي الدامي، يتشايظ من رمق عيوني، لجعلت دموعي حب رصاص تقذف في جسد الصهيوني، فتعود القدس لأصحاب غسلوا ساحاتها بدماهم وسقوا أشجار الزيتون. وشهيدا يسقط في أرضه محمولا بين الأكفان، ملفوفا مغسول بدمه، من يسمع صوته ردوني، ويقول لأرضي أعيدوني لأصير شهيدا من ثاني، لأواجه وحدي الصهيوني وأريه غضبي المتصاعد من دم عربي ثائر لا يرضى ذلا وهواني. لو كنت وكان جميع العرب بحماس فدائي فلسطين، ما كنا المغدور القادر، ما صارت في القدس مجازر، ما قلنا أين صلاح الدين، ولكنا جميعا يد صلاح تتآزر بالدم وبالدين، وتجدد معركة أخرى تتفجر من صرخة حطين. لو كنت حجرا من حمم وحجارا أخرى عربية تقذف في وجه الأعداء، ما عاد لنا في الأرض عدو. لو كنت سحابا ذي حمم لنزلت حجرات حجرات تضرب في رأس الصهيون، وتبدد في أرضي غارات، وكأني بحجري قد أفعل ما لم تفعله الدبابات. سأسجل في الدنيا شعارات الموت ولا العيش الضاني، الموت ولا في الأقصى تظل قدم ليهود ونصراني. لكني أسفا صرت وحيد والعالم والأمة تراني. هل فعلوا شيئا لفلسطين؟ هل فعلوا شيئا لزماني؟ أبدا يا حجري ليس سواك من سار سلاحي وعنواني. سأظل حجاري أرميها ما ظلت في عروقي دماء، ما دامت أغصان ذعاني لن أسكت عن حقي أبدا. سأفجر نفسي بالجاني ما دامت في الأرض كلاب لا ترعى حقوق الإنسان، ما دام الصمت على العالم قد أسكت حتى إخواني. الأديبة الدكتورة صباح الوليدي، اليمن.